سيادة الرئيس، إن دفعة الفريق سعد الدين الشاذلي التي نحتفل بتخريجها اليوم هم أبناء الأسرة المصرية العظيمة التي علمت أبنائها الانتماء والحب والعطاء للدفاع عن تراب هذا الوطن. إنهم نخبة متميزة من خيرة شباب مصر، توافرت لها منظومة متكاملة متجددة من المدرسين الأكفاء وطائرات التدريب الحديثة والمناهج التي تم تحديثها والمعامل والمحاكيات المتطورة لمواكبة التقدم العالمي في مجال الطيران. السادة أولياء أمور الطلبة الخريجين، أتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهنئة في يوم تخرج فلذات أجدادكم من الكلية الجوية بعد عمل شاق ومستمر من الجهد والعرق الذي بذلتموه ليكونوا على أتم الاستعداد للانضمام إلى الكلية الجوية، والتي قامت بدورها بعدكم بإعدادهم وتجهيزهم ليكونوا كما ترونهم اليوم وتفخروا بهم درع مصر الواقي ضد أي معتد آثم. أبناء الخريجين، تهنئة خالصة في يوم الحصاد للعمل الجاد الدؤوب يوم انضمامكم لزملائكم وقاداتكم بالتشكيلات الجوية، واضعين نصب أعينكم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقكم تجاه الوطن ووحدة أراضيه وحماية شعب مصر العظيم. أوصيكم بتقوى الله في وطنكم وأنفسكم، ابذلوا الجهد واصدقوا القول بالعمل، تمسكوا بالقيم والمثل العليا، تمسكوا بشعاركم الإيمان، التضحية، المجد، الإيمان بالله والوطن، والتضحية بكل غال ونفيس، والمجد لمصرنا الغالية. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أتقدم بالشكر لسيادتكم مرة أخرى لتشريفكم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الضباط الطيارين والجويين على أعلى مستوى من الانضباط والكفاءة العلمية والقتالية، ليتم التحاقهم اليوم بالتشكيلات الجوية للقيام بواجبهم المقدس مع إخوانهم من ضباط القوات المسلحة للدفاع عن الوطن ووحدة أراضيه ودفع أي خطر عن الشعب المصري الأبي العظيم. فإلى العلا في سبيل المجد، ولترتفع راية قواتنا المسلحة خفاقة أبية لتحيا مصر دائما قوية وقادرة وآمنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمح لي سيادتكم تقديم هدية تذكارية لسيادتكم بهذه المناسبة.